او وحدتك جوه كومباوند، خلي بالك من اللي انا هقوله ده عشان مهم جدا. اولا لازم نبقى عارفين الكومباوند اشتراطاته ايه عشان ما نعملش حاجه غلط ونعيدها او نلاقي نفسنا لابسين غرامه قد كده. 2، بادجت الخامات العاديه، الرمل والاسمنت والسن لو عندنا صبه او حاجه، بيبقى ملوش علاقه خالص بالسوق، لان بيبقى فيه حد مسيطر على الكومباوند وبيبيع له باسعار خاصه جدا غاليه قوي. وبادجت تانية كبيرة للنظافة والعمالة العادية ونقل الراتش والكلام ده كله، والطريقة اللي الكومباوند مفتكسها عشان نخرج بيها، اللي بيبعت لك صندوق واللي يقول لك لازم تنزل بشكاير واللي يقول لك حط مشمع. الحاجات دي مهمة عشان ما تاخدش مخالفات ومكلفة حبتين. تالت حاجة، لما اتفق مع صنايعي ما قارنش ان هو كان عامل عند ابن خالتي بره مش عارف الشقه بكام. ليه؟ لان ممكن يكون مكان الكومباوند بعيد ومواعيد الكومباوند سبيسيفيك شويه، ان الصناعيه بيجوا الساعه الفلانيه وبيمشوا الساعه الفلانيه، فده بيخليه بدل ما يخلص الشغلانه في اسبوع ممكن تاخد منه اسبوعين او 3. 4، استلامك للخامات لما تكون طالب سيراميك، طالب مش عارف ايه، طالب ايه، لازم تبقى سبيسيفيك جدا في المواعيد مع المورد، وتكون مدي لنفسك البراح في ساعه او ساعتين كمان عشان ما تجيش العربيه البضاعه ان كان سيراميك ولا كهرباء ولا وات ايفر وتلاقي نفسك مضطر انك ترجعها وتيجي تاني عشان الميعاد عدى يا فندم. اخر حاجه، انت محتاج حد يكون فاهم وتعامل مع الكومباوند ده قبل كده، وبما ان كده كده التكلفه اعلى شويه فما يضرش ان احنا نكون عاملين تصميم محترم لليونت دي، عشان من الاخر هيبقى فرقها بسيط. وخلي بالك لا يتخصم لك. السلام عليكم.